àwọn bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí fẹ́ni tí ò bá mọ̀ ọdún ni wọ́n ń ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ àmọ́ fẹ́ni tí ò bá mọ̀ nínú ọmọ kéwù àwọn bàbá wa Sheikh Mustapha Zuglul As-Sanusi ni wọ́n wà kọ́nà anakunla wọ́n ní kí n tuntun sọ pé tọ̀ fún wọn tí ò bá yé National Mosque tó máa ń rí yẹ gangan láyé Àbújá ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ké kútúbà kọ́nà jẹ́ ṣe pẹ́. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحضرة الحضور سعادة الكرام بدءا من إمامنا من مدينة أوفا أدام الله آياتكم وكل جلسة أرحب بكم بتحية إسلامية الطيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا عندي في هذه الجلسة 3 مشاركات. المشاركة الأولى الطالب من هذه القلعة الدينية وتلميذ من تلاميذ الأستاذ الشيخ المربي العلامة الشيخ مصطفى زنوزي زغلول رحمه الله تعالى. والمشاركة الثانية أننا نريد أن نعيد الطبع وننشر كتابه باللغة الإنجليزية، فهذا جدير به أن أعد نسخة باللغة الإنجليزية هنا لمن أراد أن يطلع عليها ويستفيد مما كتبت باللغة الإنجليزية. والمناسبة الثالثة أنني في هذه القلعة الدينية ممثلا لطلاب خريج هذه القلعة، فلا بد أن أتمثل بقواعد وضوابط الطالب، فهو التواضع لكل من تعلمنا منهم بدءا من أساتذتي هنا أستاذ محمود الراجي وغيرهم من الأساتذة، فجزاكم الله خير الجزاء. وما ذلك إلا بدعوة شيخنا المرحوم الشيخ العلامة مصطفى زنوزي زغلول. ثم لا أنسى من ربتنا من الأمهات، فأمنا أم الطلبة أرحب بكم فجزاكم الله خير الجزاء. ف3 اللغات متابعا لهذه المشاركات ال3، إلا أن الوقت ضيق جدا فلا أستطيع أن أحيط بهذه 3 اللغات، فأدمج بينها أحيانا وأفرد اللغة العربية واليوروبية حينا لتعم الفائدة. فأقول مساهمة الشيخ مصطفى زغلول في إثراء الساحة العلمية الإسلامية من خلال كتابه المرأة بين الحجاب والسفور كلمة افتتاحية ألقاها الطالب لقمان زكريا في النسخة السادسة من المحاضرات السنوية للشيخ مصطفى زنوزي زغلول المنعقد بتاريخ 24 يوليو سنة 2025 الموافق 29 محرم سنة 1447 هجرية. السيدات والسادات العلماء الأجلاء الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لنتأمل من المساهمات العميقة لعالمنا الجليل وأستاذنا القدير وقدوتنا الحنون وأبينا العزيز الشيخ العلامة مصطفى زنوزي زغلول، الشخصية التي امتدت تأثيرها العميق
إلى مختلف جوانب المعرفة الإسلامية. لقد كانت حياة الشيخ وأعماله منارة علم وهداية، أنارت الطريق لأجيال من العلماء والمؤمنين على حد السواء. الكتاب الذي نحتفظ به اليوم هو من مؤلفات الشيخ العلمية الفكرية، جاء ردا على قضية جدلية عصفت بالأمة الإسلامية في الستينات القرن الماضي. فقد تصدى الشيخ مصطفى زغلول أبو رضوان كما سمى نفسه حينذاك لقضية المرأة بين الحجاب والسفور، وذاك من خلال كتابه المرسوم بذات العنوان ولعلكم تندهشون أن الشيخ كتب هذا الكتاب في 4 جولاي عام 1996، وها نحن اليوم في 24 يوليو عام 2025 ميلادي. نعيد طباعتها وترجمتها بعد ما يزيد على 58 عاما من تأليفه، يعني كل من كان موجودا في ذلك الوقت، ونحن ما زلنا في مكان لا ندري ما فيه، علما بأن الطبعة الأولى نشرت عام 1967 ما أثار دهشتي أكثر أن الشيخ زغلول في تلك الحقبة المبكرة قد فاق أقرانه في الانفتاح والاطلاع على العالم الذي كان يعيشه. ففي الكتاب نجد أو تجدون إشارات إلى لندن وباريس وبرلين والسويد ونيويورك، حيث يقول في الصفحة 8: والحضارة التي دفعت المرأة المسلمة إلى أن تهجر عاداتها وتقاليدها وشخصيتها وأخلاقها الإسلامية، وتمسك بميوع باريس وتبرز إباحية نيويورك، وتصفق لانسياق لندن، وتقتبس من تبرج برلين، وتمجد فاحشة السويد، وتقدس كل ما تصدره أسواق الانحلال في عواصم الغرب. هذه في الصفحة 8 من كتابه المرأة بين الحجاب والسفور. ومن أبرز ما يميز هذا الكتاب أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتناول القضية من منطلق عاطفية أو جهل سائد كما نشهده في بعض المعالجات اليوم، بل رد بعقلية علمية رصينة مستعينا بأدوات الفهم والتحليل الشرعي. ومعلوم أن التصدى لجدليات عبر التاليف كان من سمات العلماء في العصور الإسلامية الوسطى. فقد قرأنا مثلا كتاب التهافت للإمام أبي الحامد الغزالي ردا على ابن سينا والفارابي في تبنيهما لفلسفة يونانية التي تتعارض مع جوهر الإسلام. ولم يتوقف النقد هناك، بل جاء ابن رشد أفيروس ليرد على الإمام الغزالي في كتابه الشهير التهافت. لقد أبرزت في هذا الكتاب جوانب عدة من تميز الشيخ وموسوعيته، ومن ذلك دعوته إلى منهج الدعوة الوسطية ورفضه لأي شكل من أشكال التطرف. ماذا فعلت في هذا الخطاب؟ أنني استوردت مواقف علمية في كتابه المرأة بين الحجاب والسفور، ولذلك تطرقت إلى محاور 5، منها أن الشيخ هو المؤرخ المدقق، وهذا لا جدال فيه، بل أنتم سترون هذا في كتابه من صفحات متعددة.
وكذلك أشرت أن الشيخ في هذا الكتاب هو الفقيه الأصولي المنقح، فلا شك من ذلك، إلا أن كثيرا لا أسمع إليك، فقد علمني الشيخ كيف أفعل. لا أسمع إليك، الشيخ زغلول علمنا كيف نفعل في هذا الجانب، فالإشارة تكفي. زغلول الفقيه الأصولي المنقح، فهذا لا يظهر كثيرا من مؤلفاته، ولكن من تعمد النظر إلى هذا الكتاب المرأة بين الحجاب والسفور يرى أن الشيخ فقيه أصولي. وكذلك في ناحية الفتوى، فقلت سواء أعلن رسميا أنه مفتي ديار يوروبا أم لم يعلن، فالشيخ من عبر التاليفات قد أبرز شخصيته أنه مفتي، ومن ذلك ما صرح بوضوح قائلا: أما حجاب الوجه والكفين فلم نرى في الكتاب ولا في السنة ما يأمر به للمحارم والأجانب، فهذا يدل دلالة أنه مفتي فقد أفتى في هذا الكتاب. وهو داعية جريء، فهذا معلوم في شخصيته، فقد تجرأ لكثير وتصدى لكثير من الأمور في هذه البلدة، وقد أشرت في ذلك قوله: وللأسف قد أعمى هذا التبرج بصائر السيدات والفتيات في يومنا هذا، وأفسد أخلاقهن الكريمة إلى آخر. هذا الخطاب الدعوي يبرز جرأة الشيخ وصدقه، حيث لم يكتفي بالتنذير الأكاديمي، بل رفع راية الإنكار والإصلاح في وضح النهار، ودعا الأمة إلى تحمل المسؤولية في مواجهة التفسخ الأخلاقي والانحلال المجتمعي، خاصة حين يقصر الجهات الرسمية عن ذلك. وأخيرا قلت: ماذا نقتبس من هذا الكتاب أيها الحضور؟ أولا، ينبغي لطالب العلم أن يتعلم كيف يرد على القضايا الأخلاقية بأسلوب علمي وحكمة بالغة. This is very important. As Sheikh has said, most of us, we do not know how to respond to any controversial issue. الله أكبر. فهذا منذ ستينات في القرن الماضي الشيخ تصدى لهذه القضية بأسلوب علمي وبحكمة بالغة، فرد عليهم بدون عاطفة. فهذا الذي نريد من العلماء أن يتمثل بذلك. يجب على طالب العلم أن يكون على اطلاع دائم بما يجري في العالم. We have to be abreast with what is going on in the world. We cannot sit in our comfort zone and think that people will appreciate our efforts. You see, our father, to the extent that who is going to be the king, he predicted it. And that is part of our work in this world. That is, kama son konti onlolaye kade ma da si ọ̀rọ̀ ayé, ìyẹn ni ó jẹ́ kí dáwà wa kó jìnnà ju bí a ṣe ń rò lọ. لا ينبغي لطالب أن يحصر نفسه في حقل معرفي ضيق، بل عليه أن يسعى إلى الموسوعية والاطلاع على علوم متعددة. a lè rí nínú ìwé tí mo wí gbogbo fùnúnù ìmọ̀ ní bàbá tọwọ́ bọ̀ nínú ìwé kan. ọ̀rọ̀ fíkìú ní, òṣùlù ní, tàríìkì ní, dáwà ní, ilmu mustalah al-hadith ní, gbogbo ẹ̀ ní bàbá tọwọ́ bọ̀. wọ́n lo ìmọ̀ wọn nínú tírà kan. lẹ́yìn ó bá ṣe tírà àyàfi kó ṣe gbogbo eléyìí. ينبغي أن يشجع طالب العلم على الكتابة والتأليف، فبها تخلد الذاكرة وتبقى الذكرى حية في قلوب القراء والعقول. ó yẹ kí àwa àfà àtọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ká máa ṣe ìwé, ká máa kọ ìwé. ìyẹn náà ni ó fi mọ̀ wá
ni ìròyìn wa nílé ayé ni ó fi mọ́ ọ lọ. Ilé ló fà tó yẹ pé lẹ́ni àjókòó àrùn ti bàbá wa ìṣe pé a gbé picture wọn síwájú ìwé wọn la fẹ́ kà. Mo ti wà pẹ̀lú ìwé ní ìsìn as far back as 1983 nígbà tí mo jẹ́ tọ́lẹ̀ mo ti gbé mo ra ń Kánò mo sì make sure pé inú ẹ̀ mo ti ń ṣe wáàsí. Kódà gan àwọn tí ó jẹ́rìí náà wọn sáádà tó wa wọ́n wà bíi pé mo máa ń ta fáwọn àwọn aṣáájú náà ó ní mo fi ń jẹun. Bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀kọ́ àwọn àfáà ó mọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà pé n máa ń tẹ̀wé yìí sì máa ń tà ní Daaru tí ń sì ní èrè tèmi náà níwọ̀nba láti fi ṣègbésí ayé. So eléyìí jẹ́ ìmọ̀ràn nínú keynote speech mi pé bàbá wa ahata bi jami'il funun wa abraza dhalika fi kitabin wahid la siyama kutubun muta'addida allafaha فجزاء الله خير الجزاء ونسأل الله رب العرش العظيم أن يديم عليه رحمته في القبر وأن يدخله جنة النعيم ويجعلنا من أتباعه في جنة النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجاني الله أكبر ودعنا عليك سي الله أكبر. أكي أول فاوة أو باباوة أو غاوة فضيلة الشيخ بروفيسور لقمان زكريا حفظه الله ورعاه الله يجاري وقبه آمين. gbogbo ọlá yìí gbogbo yìí gbogbo bàbàrà yìí pátá a máa rí i pé ó ń padà lọ́sọ̀dọ̀ bàbá Maulana al-Allama Mustapha Zughlul Sunusi náà ni bí wọ́n ti tó nínú mọ̀ tó jáde pé bí wọ́n bá ń sọ lárúbáwá a máa yanú lẹ̀ wípé ta ló ń sọ lárúbáwá báyìí bí wọ́n bá tún sọ Yorùbá a tún dẹnu lẹ̀ náà ni wípé ta ni ń sọ Yorùbá báyìí tábà tún wá ká tún wọnú Ingiliziya náà ká wá máa wò wọ́n bí wọ́n ti ń sọ Ingiliziya a tún máa yanu náà ni wípé èwo lèyí tí ń dára nínú èbó nínú Yorùbá nínú lárúbáwá gbogbo ọlá yìí ó ń padà lọ́sọ̀dọ̀ bàbá Maulana al-Allama Mustapha Zughlul Sunusi ó tó wa ní fáàrí ó tó wa ní yẹrẹ ó tó wa ká máa fi fọ́ọ̀mù ká máa fi gara káàkiri wípé Maulana al-Allama Mustapha Zughlul Sunusi bí wọ́n ti sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn muftin muhaddithun wa faqihun allama qallama yujadu mithluhu fil alami kullihi rahimallahu shaykhana wa zadahu Allahu maghfiratan wa rahmatan wa ni'ma. Jazallahu anna. Nísùúrù ká tó lọ bẹ̀yẹn nínú nẹ́dùà nínú gúúpù nẹ́dùà mo fi ń kí ìkàlẹ̀ bàbá.